صباح الخير، كيفكم حبايبي؟ شو أخباركم؟ اليوم جبت لكم وصفة جديدة، وصفة من تونس الخضراء. بس مش من العاصمة، من بلد اسمها جربة. وجربة هاي تقريبا بعيدة على تونس العاصمة 500 كيلو تقريبا. هي جزيرة مشهورة بسياحتها وبالبحرها وبهواها النقي، وكتير حلوة يعني. أعطيتكم يعني نبذة صغيرة على هاي البلد. فهاي الطبخة اللي موجودة عندهم هناك ومشهورين بها هم اسمها رز جربي، يعني يرجع الاسم لهاي البلد. فأنا اليوم راح أعطيكم الوصفة والمقادير، وطبق يعني كتير معروف وكتير طيب وكتير زاكي. فتابعوا معايا الخطوات ونكمل. زي ما انتم شايفين يعتمد كتير على الخضار. حطيت هون عندي انا كمية من الخضار، عندي سبانخ وعندي شبت وعندي بقدونس وعندي كزبرة، وفيكم تضيفوا السلق، انا ما عندي ما ضفت. عندنا توم كمية منيحة، زيت، حمص، جزر، بازيلا، وبصل، والرز هاي الحبة اللي هي الحبة اللي تيجي على صفار، لانه بالحبه القصيره اللي هو الرز المصري، او بالحبه الطويله البسمتي بيعجن. اوكي، لازم بهذا الرز لانه يتحمل الطبيخ. انا حطيت قطع دجاج صدر، فيكم تعوضوه يعني بالكبده، بيجي كتير زاكي، كبده خروف او كبده دجاج. وعندنا هون شطه اللي هي شطه حاره، بدي اعملها سبايسي. وعندنا هون معجون بندوره، وعندنا هون مجموعه من البهارات. انا رح اكتب لكم اياها اكيد بصندوق الوصف، اللي هي توابل يعني بهارات مشكله، كركم، زنجبيل، كزبره، ملح، بابريكا، ونعناع كمان كتير مهم، وشويه كمون مش كتير. وحطيت هون شويه هيل كمان كتير يعطي نكهه، وفلفل اسود اكيد. ما اطولش عليكم الفيديو، راح احط كل المكونات مع بعض، يعني كلها نخلطها مع بعض ونكمل الوصفة. ليش حطيت هون الحمص، نحط هون هاي الخضار. على فكرة صبايا وصفة كتير 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 معروفة وكتير زاكية وكتير طيبة. البهارات المشكلة تعتمد كتير على البهارات، يعني لازم كتير بهارات، وخاصة الثوم. حطينا الدجاج، حطينا هون دبس الفليفلة، انزلي يلا، مش راضية تنزل. ونحط كمية منيحة من الثوم. مثل ما وعدتكم راح اضل يعني انزلكم كل مرة وصفة، يعني احاول قدر المستطاع. على فكرة هاي الوصفة كتير طيبة، ما بتغلب، كل شيء تحضروه جهزوه، وبعدين هاي الطبخة يعني بدنا نحطها على البخار، تستوي على البخار يعني. بس معجون البندورة، وعندنا هون كمية الرز، أنا حطيت كوبين رز. فكل المكونات هاي راح اخلطها كلياتها مع بعض، وبورجيكم بنكمل مع بعض. ما انتم شايفين هون انا خلطت كل المكونات مع بعض، وهلا راح احطها بالطنجره. والطنجره اللي بدنا نحط فيها هي نفس الطنجره اللي بنطبخ فيها الكسكسي او اللي بنطبخ فيها المفتول. فهو هذا الطبق لازم ينطبخ على البخار، يعني بس بالطنجرة من تحت بنحط مي، والخلطة هاي كليتها من فوق. هلا بورجيكم اللي متعودين نطبخ فيها يا اما كسكسي يا اما مفتول. انا هون حطيت بس مي، وهون بدنا نحط الخلطة. شفتوا حبايبي، حطيت كل الخلطة حطيتها هون. وملاحظة بدي احكي لكم اياها، هلا ما نغطي الطنجرة، اوكي، لانه الرز بيعجن. اوكي، هلا بس يغلي كتير منيح يعني المي، ويصير هون في كتير بخار، وقتها بنغطي الطنجرة وما نضلنا نقلب، ما بدوش تقليب يعني هون خليه حتى شي ساعة او ساعة الا ربع بدون تقليب يعني. وحتى لو قلبنا تقليب خفيف بالملعقة، لانه الرز بتعرفوا يعني بسرعة بيعجن. فبدنا يعني نحافظ على حبة الرز بتضلها صحيحة زي ما هي، والخضار نفس الشيء. فهون بدنا نخليه، وبدنا بعدها نكمل نشوف يعني وين وصلنا. اوكي، ورجيكم هون تقريبا عنده نص ساعة الرز على الغاز. بلش البخار يطلع. هون بتقدر يعني تحرك كل المكونات بس بشوكة لو سمحتوا، عشان ما يعجن الرز. يعني هيك تقليب خفيف هيك من تحت لفوق، عشان تطلع كل الرز يختلط كله مع بعض، ونخليه يعني يستوي. انا عم بقلب شوي شوي زي ما انتم شايفين. تقريبا عندي ساعة وربع، يعني ما بديش اكتر يعني من هيك، يعني كمان نص ساعة وبيكون كل شيء مستوي، الحمص، الخضار، كل شيء، الدجاج، كل شيء. بس ما شاء الله لو تشموا الريحة يعني اشي خرافي، اشي يعني من اخر شارع بتشموها الريحة.
يسعد الله ويسعد أهل تونس وأهل مدينة جربة، وصفة كتير طيبة وجربوها والله راح تحبوها. بايا الرز تقريبا يعني صار مستوي عندي. هلا بدي أدوق وأقول لكم، يعني قلت لكم أنا من أول الفيديو إنه كل شوية تقلبوا هيك الرز من تحت لفوق عشان يستوي وتستوي كل المكونات اللي فيه. راح أدوق قدامكم وأشوف. يعني الحمص أكتر شيء يعني بياخد وقت. هلا بنشوف حبة حمص. بسم الله. نزلت راحت. بسم الله. بيرفكت، بيجنن، رهيب. بس بده شوي 10 دقايق. الملح زاكي والبهارات والسبايسي يا الله هاي أكلة يعني طبق شتوي. وبعدين ما بدوش إشي جنبه، هو طبق رئيسي. يعني بالكتير كاسة لبن جنبه بس. حتى هم هناك بتونس بياكلوه هيك كاسة لبن، يعني لا بدنا خضار ولا بدنا إشي. هو طبق رئيسي مكتمل مغذي فيه كل شيء. صبايا جربوه واعتمدوه واعتمدوا وصفاتي. يعني بنزلكم وصفات يعني أصلية وبتعب والله العظيم لا أخذ الوصفة صحيحة. فادعموني وادعموا صفحتي وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد من عندي ومن قناتي. وهلا بورجيكم كيف راح نقدم. طبختنا والرز الجربي صار جاهز، بدنا نسكبه مع بعض. انا تقريبا اخذ شي ساعة وربع كله، يعني مش كتير وقت، بسرعة بيستوي على البخار. فانا بدي اقدمه بهاي الطريقة. هلا بورجيكم. وصارت جاهزة وبدي ادوق معاكم. وهيك بنقدمه بهاي الطريقة مع لبن. وهيك انا بعد ما صار جاهز الرز الجربي عنا قدمته انا جنبه لبن، مش محتاج اشي. وصفة كتير طيبة وكتير زاكية خاصة في الشتاء مع الخضار الطازة. جربوها واذا عجبتكم اكتبوا لي بالتعليق ودعموا صفحتي. وبذكركم فعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد من قناتي. شكرا لكم وعلى متابعتكم إلي.